مساء الجمال والقمر والعسلات على عيونكم يا اجمل حبايبي في الدنيا. قمر والعسل والفل والكل حاجه حلوه، يا رب يجعل الخير ليكم وفي ايديكم وفي بيتكم دايما. ديدا دلوقتي رايحه تجيب لكم مشتريات الشهر، متحمسه وفي نفس الوقت مستعجله عشان خاطر سجوده سبته عند مؤمن. اللي ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي يا مؤمن، خليكي ليا يا قلبي يا رب، عشان عارفه ان انت بتشدي في شعرك دلوقتي مني. تنستري يا رب وتنستر كل جاره بتشيل جارتها. المهم يا جماعه هي مش جارتي، يا اختي حبيبتي. المهم انها اخدت سجوده، بس تقول لي لو اصوت هبهدلك وهبهدله. المهم يلا بينا نصلي على النبي. كومنتات لايكات كتيره وشير على قد ما تقدروا. الفيديو دوت هنروح مع بعض السوق، هوريكم الاماكن اللي انا بجيب منها، هقول لكم الكيلوات والاسعار والكميه اللي انا هجيب منها. والفيديو اللي جاي ان شاء الله هعمل معاكم التفريزات والتقسيمات وكل حاجه، بس تركزوا معايا كويس قوي. وعايز تشجيعات وعايزه الفيديو يوصل 5000 لايك. 5000 ايه لايك؟ يعني لحد دلوقتي احنا ما وصلناش لفيديو 5000 لايك، لا عايزين نوصل 5000 لايك وتصلوا على النبي وتوحدوا الله ويلا نبتدي. وبجد بجد بحبكم جدا جدا جدا، يا رب دايما نكون مع بعض. وسلامي بقى لاهل السعوديه، القاهره، الكويت، مصر، كل حته. مصر والقاهره قلت الاثنين، كل حته. معلش مربكه ومستعجله وبتكلم بسرعه، بس والله عشان مستعجله. يلا بينا. انا نزلت دلوقتي ب 1500 جنيه بس، وسبت 500 جنيه في البيت، او سبت 450 عشان سنيت السكاكين بتاعتي. الراجل كان معدي فسنتهم ب 50 جنيه، وخليت معايا 1500 وشلت 450 عشان طلبت حاجات من عند حلو وحادق اللي انا جبت من عندها قبل كده، برجر وستريبس وسبيت وجمبري انصص. وهقول لكم ازاي يعني وكده، فاهميني؟ هحط لكم الرقم ان شاء الله وانا بوريكم الاوردر اول ما يجي. يلا بينا. انا لسه نازله وسجودي وحشني قوي اقسم بالله. نازله السليبر بتاعه قدام باب مؤمنه، فمسكته قلت له قلبي حياتي عمري انت. وبيبقى قاعد ساعات بيشلني، بس والله العظيم وحشني خالص قلبي كده معاه وانا ماشيه. يلا بسرعه هنجيب مع بعض كده. اول حاجه هنجيب صابون وهنبتدي نملي مع بعض حاجه. بتاع الصابون بملى ده في اول خير الله. املى دي. عايزه دي كلور خام، عايزه واحده كلور خام واحده معطر. بصوا يا جماعه اللي هو بيبقى في اول خير الله من هنا، محله صغير خالص بس عنده حاجه بونشه. دي لا عايزه حاجه خشنه. هي ما فيش الاسبونشه الثانيه بكام دول؟ دول بكام؟ الاثنين. ودي ب 10 جنيه يا جماعه. دي كلور. جيت خلصنا بقى متاخر عشان سجوده. بعمل 25 جنيه ونص اللي هو الكلور والمعطر. ودي المعطر ده تحفه بيكفيني طول الشهر. دلوقتي بحط منه في علبه فريده وببخبخ منه في البيت. الرز ب 24 جنيه. تمام. انا هجيب كيلو من دي نصين عشان البشاميل، وانا عندي كده كده اللي هي السباكيتي دي فمش هجيب. عايزه اجيب شعريه وممكن اجيب رز بسمتي، بس مش هجيب حاجه تاني. عندي مرق الدجاج من المره اللي فاتت، وهجيب رز من عند شمس العطار ب 24. كيلو اقلام نصين و3 كيلو رز، خليهم مثلا كيلو ونص وكيلو ونص، قسمهم. ايه تاني يا جماعه؟ عندنا كمون، عايزه كزبره ناشفه، عندنا بابريكا وفلفل اسمر عملته معاكم في الفيديو اللي فات. عايزه سمنه جنه. عندك سمنه جنه صح؟ سمنه جنه. دقيق، عايزه كيلو دقيق نصين بسرعه والنبي عشان ساجد انا سايباه عند جارتي وبلف حوالين نفسي. سايباه عند جارتي. بقول لك العسل بيعسل بيتقل وبيعمل زي سكر ليه؟ بسيبه ياما. ماشي هات نصين دقيق. وايه تاني؟ فكرني يا جماعه، انا جايه اقول فكرني يا جماعه. بقى فانيليا دوت. الفانيليا دي بحتاجها كتير فانا عايزه اخد منها كتير. الواحد بيبقى بجنيه، كنت بجيبه بربع جنيه والله. ماشي عشان خاطر ايه بقى؟ رز بلبن، كيكه كده. فروتشي تفاح ده تحفه تحفه تحفه. بجيب منه 2 3 كده يتعملوا مع المانجا اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات. وهنجيب مانجا كمان من السوق، يعني فلوس كفت ان شاء الله. هجرب دي فهجرب. يلا احسبني وصدمني، حاسبني وصدمني وقول لي كام التوتال. 104. احنا قلنا رز ومكرونه. دقيق كام؟ ماشي 5 دول 7. ده نص 35. ماشي كام كده؟ 168. متأكد؟ لا حلو كده صح؟ الحمد لله. هات بقى 20 طحينة. دلوقتي رايحين عند ابراهيم بس هو ما قفلش، الحمد لله. كنت مقلقه اللي هو يكون قفل. عارف اسمه
فاتح. ابراهيم عامل عرض عشان لو حد عايز. عرض هيخلص ماشي خلال قد ايه؟ طيب خلال قد ايه؟ خلال 3 ايام. 3 ايام تمام. يعني يوم كام؟ اخرك يوم كام؟ اخرك يوم كام؟ النهارده السبت. الاربعاء والخميس والجمعه والسبت ماشي. 73 جنيه. 73 يا جماعه. مش عاجبها عشان عارفه ان هما نفس ايه كده يعني غاليين الايام دي. شايفين في واحده بيض ابراهيم، بيض عليها بيضه دي صح؟ مش بتبيض والله، حاسه ان فيها بيضه. عرض يا جماعه 73. طب يا ابراهيم يلا وصل لي. مش عارفه المفروض ده ينزل لكم امتى، يا رب ينزل وقت العرض. هحاول انزل لكم وقت العرض، واخر العرض لحد يوم السبت اللي هو شهر 7. من شهر 7 لسه، النهارده 5/7 ماشي. دول مش 3 دول 3 تعملوا كام؟ ايوه 3,300 عارفه. عاملين كام؟ 243 تمام. الوراك والفرخه 125. 78 فرخه 125 فرخه بلدي. وعايزه ربع بانيه. دلوقتي المفروض ان احنا رايحين نشتري صدق وكبده او صدق، بس انا بحب اجيب من عند المحل ده اسمه العمده اهوت. 130 ماشي. عايزه كيلو الا ربع 3/4. واللحمه المفرومه 130. ما عندكش لحمه مكعبات؟ مفيش لحمه مكعبات. مفيش اي ربع منه مفروم. تعالوا دلوقتي الصيدليه دي هوزن نفسي جوه. بسم الله يا جماعه. انا 85 او 86 مش عارفه، بس هي دي يعني. كرتونه البيض الاحمر ب 125 الكبير، ما شاء الله هي كبيره، والبلدي بنفس السعر. فانا هنقي كرتونه نص ونص، يعني نص بلدي ونص احمر، عشان خاطر لو انا عايزه اقلي يبقى ابيض يبقى احمر، ولو هسلق يبقى بلدي. اللحمه ب 4. عن رنجة عشان خاطر احمد بيحب يفطر بيها كالمعتاد يا جماعه. انا دلوقتي انا نزلت، انا بجري رايحه البان الساعه دوت، شايفينه طبعا. هجيب منه شويه حاجات، عنده حاجات حلوه قوي جبتها معاكم قبل كده. كمان العيش ده حلو قوي، على طول انا بجيب من عندهم العيش دوت. وجبنا البيضه عندهم تحفه، والقريش هم اللي بيعملوها من المزرعه بتاعتهم. كمان الجبنه الناشفه ديت. اللي ورا دي ايه؟ ايه صور تبعي دي او تاكلوا بقى وتم من ده. بيبقى حلو قوي العيش بتاعهم، جربته قبل كده تحفه. احنا رايحين السوق. المانجا ب 25. عصير دي حلوه قوي. البنطلون ده ب 55. حلو قوي. يا جماعه مش وقت الهدوم خالص، عشان خاطر احنا مفلسين، فنخش السوق نشوف بقى اسعار السمك. انا نفسي الاقي سمك اللي هو القشر بياض حلو قوي، بس هو غالي شويه. بسم الله نخش في الزروطه. يلا عايزه غريب فرع. يلا بينا. كابوريا بكام؟ عايزه نص. طيب والله انا اللي باكلها لوحدي اقسم بالله، وبقسمها النص على مرتين. تخيل النص على مرتين، بس والنبي حلوه بقى، عشان انا بطلع معاها بقى جمبري وسمك فيبقى كتير عليا، فاهمني؟ مش باكلها لوحديها. الجمبري بكام؟ 35 ماشي. الجمبري بكام؟ عندي ب 210 وعندي جمبري ب 100. هو كان ب 110 خدته ب 100. محل بعد السوق على طول، بس هو حلو قوي. $112 ماشي. هي نفس التين، انا جبت من اللي قدام بقى. يلا معلش نصيب. حلو يعني، هي والثانيه حلوه برضه. يا جماعه الاسعار، تعالوا نشوف عند بتاع السمك ده.
ما اشتريش سمك في ميه. عامل كام ده؟ 55 جبت الرقم. عايزه وانا عريض احمر بيها. وانا عريض احمر بيها. عمو 70 ها. يلا عمو. نقي من ده، نقي اللي هو الجناب يكون كتيرة كده شوية. ممكن تقربي حبة حلوين هنا. ابو كام ده؟ ايه؟ عمل ايه؟ كيلو ونص. عايز كيلو ونص؟ 75 نعم. اه ليك باقي يا حاج انت 50 باقي يا حاج. زادوا الله ينور ابو حمزه. ب5 بجيبه اخضر عشان بيقعد في الفريزر لما بيطلع بيبقى حلو قوي. ب 13 جنيه. ممكن نجيب بقى بال15 وانا عندي شويه من الاول. احنا هنمشي على قدينا كيلو طول الشهر، متخيلين؟ خلاص كده هو كله اصفر بس حلو يعني. لا كده هتبتدي بقى في الثلاجات التخزين، لسه التخزين هيبتدي. مش كبار شويه؟ اديني حبه كبار. حاول انقي. صغير قوي. اقول لكم ان انا شطبت الفلوس اللي معايا خلاص وخلصت كل حاجه. فدلوقتي طالعين. عايزه بس اجيب عنب عشان كان نفسي في العنب، وكمان كان نفسي في الشمام ده قوي دوت اهوت. بس خلاص انا فلست بجد. في بقى معايا في البيت 450 دول عشان خاطر حاجات اللي احنا هنجيبها من حلو وحادق. المانجا طبعا يا على جمالها ب 20 جنيه، وام منى كانت عايزه مانجا بس والله انا ولا جبت ليا ولا ليها عشان خلاص الفلوس كده يا دوبك. اوريكم دلوقتي العنب حلو قوي ب 10 جنيه اهو. الاخضر ده مش بيبقاش مر، بيبقى مسكر جدا، بيبقى تحفه قوي. بس انا هجيبه من قدام ب 8 بنفس السعر بس ونفس الشكل هوريه لكم، ما فيهوش اي حاجه. هجيب كيلو وربع بال10 بس. وجبت فلفل وجبت ليمون وجبت خيار وجبت 2 كيلو بولتي او كيلو ونص بولتي. وجبت كيلو البوري وجبت النص الكابوريا اللي انا بحبها. يعني ظبطت يعني كده جدول حلو اهو. نفس الشكل مفيهوش اي حاجه، بس فرق بس اللي هو هناك اغلى شويه. بقى ابو عمو حلو بالعنقود بتاعه وبيبص لي عشان انا بصور. تعالوا بقى نشوف ايه هنعمل ايه مع بعض. مش عارفه والله، لقيت الفيديو واشتريت طويل وانا بشتري تمام، ما لقيتوش طويل هنعمل. يلا يا جماعه مريم بقول لها ناوليني. لقيت دي خافت منها، دي زي الاستاكوزا بيقول لي اشكال، معرفش هي دي اشكال ولا ايه. هما كان عنده واحدتين قلت له حطهم لي، حبوا يطلعوا عندي انا. بما اني انا حطيت الحاجه بره طبعا نقطت ميه، فطبعا ايه نقطت ميه هنسيق بره الاول بس اللي ايدي هتيجي عليه هخلصه بسرعه. استنوا احط لكم اضاءه. اول حاجه العنب هحطها في ميه سريعا عشان انا عايزه اخلص. غيرته طب كويس. اول حاجه هعملها هحطه في ميه وهحط عليه شويه نقطه خل صغيره واسيبه بقى ايه مع نفسه. ما جبت الصابون في ميه، ما جبت الصابون اسمه ايه؟ سيد. على عبطي. بصي خليكي خفيفه، عايزاك اليوم ده تبقي هيرو، سوبر هيرو كده في نفسك. افضي البصل. جبت كيلو ده بيقضيني، كنت جايبه كيلو في العيد والله الحمد لله كفاني. ده كان كيلو بالظبط هيقضيني باذن الله. بصوا بقى انا في حاجات ما جبتهاش بس مش معنى كده اللي هنقف عليها. يعني لو انا حبيت اعمل محشي هنزل اجيب شويه محشي ايه يعني كوسه وفلفل بتنجان، حاجات بسيطه رمزيه كده. انا بقى اخد كمان معايا اجيب يعني بساعد طبعا. يعني انا ممكن اكون جبت حاجات برده مالهاش لازمه، بس انا الشهر ده جبت كله ليه لازمه، لان انا ما عنديش اي حاجه في الثلاجه نهائيا خالص.
هفضي المخلل، جبت ب5 بيقضيني، وعندي والله من الشهر اللي فات حبه في التحت. احسن حاجه ان انا عندي اكل، مطرح ما عملته معاكم في الفيديو اللي فات انا مش هعمل حاجه. احطه برده كده على جنب واسحب من ده ومن ده بس كده في الكيس، يبقى فيه ميه الكيس بدل ما نفضي يبقى كله مختلط في بعضه، فكده انا بفضل كده احسن. لبن دافع البان الساعه تحفه، بيطلع قشطه بجد ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. فانتوا لو من هنا في الهالوبين روحوا هاتوا من عنده حاجات نظيفه جدا، لو تقدروا كمان تجيبوا بالاسبوع، عشان انا الحاجه عندي الجبنات بتبوظ. احمد ما بيفطرش يعني مش طول الوقت بصراحه ان انا بحضر له فطار بالنهار، وهو ساعات اما احط له ما ياكلش الا لقمه كده، فبندم ان انا قمت بصراحه، ان انا قمت حضرت له وبحط له اللبن يشرب ربعها ويسيبها. فانا جبت كيلو عشان انا بحبه اطلع القشطه قوي وهشربه، لان هو جايب اخر مره لبن كان فيه زفاره معرفش، كان فيه ريحه انا مش قابلاها، اول مره ما اقبلش ريحه اللبن في عمري كله. فحطه في الفريزر دلوقتي عشان انا عندي لبن من الاول، هبقى اعمله معاكم في الفيديو اللي جاي رز اللبن، ونعمل كده فيديو حلويات ان شاء الله باذن ربنا باذن ربنا. نعيشنا العيش ده والله 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 لو جبتوه ما هتسيبوه، هتدمنوه. هو عيش التورتيلا اللي بيبقى في بيت الجمله او في فتح الله هتلاقوه في قسم الحاجات اللي هي العيش والحاجات من دي. العيش دوت تحفه 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 للكريب للشاورما لاي حاجه كده. وشروه في قلب الفريزر طلعوه استخدموه عادي. طبعا انا جبت ايه؟ جبنه، جبت دي وتركي، ما جبتش كتير عشان خاطر الجبنات كده كده انا زي ما بقول لكم اللي بيحصل. فجبت بسطرمه احطها في الفريزر استخدمها ايه مع البيض. لقيت جنيه حظ بلبله، اهي بلبله يا جماعه. بسيطها وحطيت ما بين كل رق والتاني ورق زبده كده وورق ستريتش عشان خاطر برده ما تلزقش، نبقى في الامان مهما غابت ما تعملش مننا. العلب دي هنحتاجها، ديت هفضيها هنا بنفس العلبه بتاعتها عشان خاطر ايه ما تبص. انا زي ما شفتوا قلت لكم بقى انا هعمل فيه ايه. ده بخليه للسلق بيبقى احسن ومفيد، وده البلح الاحمر يبقى للقلي، او عايزين نعمل كيك، عايزين مثلا نعمل بيض اسمه ايه بانيه فيجيتار بقسماط وكده، فهنحتاج بيض. فانا جبت نص ونص. شو الحاجه اللي انت جبتي نص؟ طبعا الكرتونه كلها مش هتقضي في الثلاجه، فانا بحط اللي بحطه واللي بيتفضل بقسم الكرتونه نصين وبغطيه بيها وبشيلها فوق الثلاجه. اهو يا جماعه بالشكل ده. اول باول بقى ننضف حوالينا عشان خاطر ايه ميبقاش فيه كركبه وبهدله وشقلطه ومرمطه. جبت بقى ب10 جنيه من الخلول، بحبه قوي قوي قوي. كيس بقى بتنفع برضو، انا عامله كيسه حاطه فيها كيس قدام باب الشقه بره على باب الحديد بتاعي، عشان خاطر بتعمل حشرات هنا في البيت، ممكن صراصير يا رب بعيد بعيد بعيد. فانا هحط بره اي كراتين ولا اي حاجه في البيت هي دي بتعمل حشرات. جبت بقى 3/4 صدق تمام. بس انا بقى الربع ده المفروض انا كنت قلت له يوزن ربع طن وربع طن، فانا نسيت الربع ده بقى عشان سجوده بيشوفوا يقول لي كوكي بياخدوا صبع صبع، فانا هخلي ربع طن وربع طن، مش هيبقى ربع صافي، فاهماني؟ يعني اعمل في مره عيش باللحمه، او مره جنب مكرونه، او مره مثلا بيتزا كده بالطريقه دي. مره هجربها، بس هي شكلها حلوه يعني ما فيهاش دهون كتيره ولا فيها فول صويا ولا فيها اي حاجه، لان انا بفهم فيهم كويس الحمد لله. هنقسمهم كده على 2 اهو. ربع مفروم ده خليه جنب المشاميل في مره. ساكت صح. ايه الحضن ده؟ ايه الحضن ده؟ بصوا بيحضني ازاي؟ ايه الحضن ده يا حبيبتي؟ الحضن ده حسيني يا عمري. الحضن ده والحضن ده والعملتي والعسلتي والسكرتي والعملتي. شويه كده هنضربوا بعض انا وهو، استنوا شويه علينا. مين دي؟ بص حستك. انا رحت السوق من غيره وضحكت عليه، رحت السوق من غيره وضحكت عليه. ماما رحت السوق؟ لا ماما قالت له لا راح تاخد ايه يا عمري؟ حستيني. خلاص خلصنا الكوبلات، اشيل بقى دول. لون باي حبيبي. فلفل يا جماعه انا ما بقدرش اعيش من غير الفلفل، بحبه جدا وبحبه يكون حراق كمان. هفضي بقى رز ومكرونه عشان نستخدمهم. دي بتريح قوي بجد، هاتوها. الدقيق انا عندي دقيق من الاول، مش هعجن المره دي، مكسله بصراحه مش قادره اعمل حاجه لاني تعبانه قوي. عندي منتج كتير قوي قوي قوي.
وعندي عجينه بيتزا في الفريزر، يعني لو احتجت بيتزا عندي، ولو احتجت اي حاجه تانية هعمل بقى في وقتها. عايزه اقول لكم يا جماعه بقى، انا عارفه انتوا بتسالوني على اللبن البودر. عندي لبن بودر، عندي لبن بودر. انا بقالنا كتير، بقالنا وقت طويل انا ما عملتش حاجات معاكم اصلا، ما عملتش معجنات، ما عملتش مخبوزات. انا عارفه والله ان انا مقصره بقالي فتره، بس والله العظيم انا بتشجع بيكم حقيقي، بتشجع منكم ومن كومنتاتكم الجميله. سمنه جنه بقى بجد حلوه قوي، هي وروابي، بس انا المره دي جبت جنه. الجو حر وهي سايحه، بصوا سايحه مني خالص. سمنه جنه في القرص بتبقى طعمها لطيف جدا. سمنه فلاحي في اي حاجه، يعني بحبها في الكحك. جبت ربع بسمتي المره دي، يعني كل مره بجيبه احمد ما بياكلش منه. بس نفضي بقى يا جماعه الطحينه الاول. الطحينه دي بتبقى حلوه قوي 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 قوي، بعملها بطريقه تحفه، نفس طريقه المحل لما كنت شغاله، بتطلع كده قمر. كمان تاكلوها ما تسيبوا الاكل التاني. الرز البسمتي بقى انا بفضي كل حاجه في العلب دي كنت فيها ورق عنب. سجودة هتوقعها لي يا سجودة. فداك بس ماشي. دي والله دي اسمها ايه؟ قول معايا. دي فانيليا. ايوه يعني. سمي بيقولك شمي. فانيليا. فانيليا مع العصير ده ميه، يبقى حلو قوي قوي مع سكر. لا يا ساجد مش خدي. بيقول لي ايه مريم؟ بياخد لي والمريم. يعني ايه يعني؟ يعني ايه حضرتك؟ بياخد لي والمريم اي حاجه انا منم. طب انا جايبه عشان اعمل عصير. طب اعمل عصير واديهولك. خليه دلوقتي معاكم يا مريم. خليني المجرم ده مش هيخلينا. وجبت دي مرقه فوريه اول مره هجربها، يعني مع اني بجرب على طول اللي هي المكعبه. فرحان؟ ماشي. النهارده رز. ودي بتاعت المكرونه عشان خاطر مكرونه عشان خاطر دي اقصر. بصوا عملتها. دي بتشيل كيلو. دي كانت عامله 16 ونص. الشعريه بقى، الشعريه اللي بحسها محشوره في حياتي اكتر مني، يعني انا بحبها قوي، بحبها عشان الرز جدا. اختي مايا بتحبها وتعملها لبن لاولادها وكده، انا بحب اعملها كده قوي. بحب اجيب لسان العصفور اللي بيعصفر لنا البيت عشان خاطر سجوده الاطفال بتحب جدا لسان العصفور، فما تقطعوش. وكمان هيبقى حلو قوي للاطفال اللي بتبتدي من 6 شهور، فبجيب منه ربع بس كفايه عشان انا مش بحتاجه كتير، يعني لشربة الخضار بس. ادي الصابون والكلور اللي قلت لكم عليهم بيقضوني طول الشهر، والمعطر ده كمان صابون كلور، ايه نسيت اجيب صابون اصلا. والمعطر ده بيقضيني طول الشهر، بيبقى حلو قوي. بحطه كمان في البخاخه بتاعت فريده بستخدمها. بصراحه بطلت اجيب بخاخ فريده لان الفلوس ما بقتش تكفي. فاكرين الاول كنا بنجيب جمبري وكابوريا واسماك وفراخ واجنحه وكبده ومفروم وصدق وحاجات قد كده، والله العظيم كل حاجه ب1000 جنيه. دلوقتي يعني 1000 جنيه 2000، والله انا باخد 2000 دلوقتي مصروف البيت. الله يكون في عون اي حد معاه 3 اولاد ولا عيلين حتى. مؤخرا بقى احط المكرونه دي هنا، تبقى سهله، لما بتخلص بحط غيرها وبرده تبقى شكلها حلو كده. هنا بتبقى شكلها دي كله بيبقى حلو. دول وريتهم لكم طبعا في الاول الفيديو، فبتبقى حلوه قوي دي وتخينه، الاثنين حمر وكمان سلك وسبونشه في نفس الوقت. ده بقى بلف وارجع له تاني، بس بقى ب 80 جنيه، يعني اخر شلوحه واخر فسلحه. يا جماعه النهارده فلسه منكم مش قادره. واقفه كده في عز الحر ده كده باللبس وبالحجاب. تخيلوا كله يهون عشان خاطركم. يلا بينا بقى نفضي. بسم الله. البانيه ده عايز يتبل يا جماعه. بصوا بقى، انا بنضف بطني كويس جدا، بغسلها وبشيل كل حاجه فيها وبفتحه كده. ده كده المفتوح ده سنجاري تمام، بس ما بشيلش الظهر عشان الظهر لو اتشال السمكيه من بره هتنعم وهتتهرى لما تيجي تعمليها. ننضف البطن كويس، ولما تطلع نديها شطفه كمان مع تتبيله. تقدروا تشيلوه متبل من القلب بيبقى حلو، بس طالما الظهر ما اتشالش ما نتبلوش. مش قادره، انا مش قادره. بصوا انا حاولت اقسم التقسيمه دي، يعني احاول على 4. طبعا انا طالبه من حلو الحادق صبيته جمبري جاهز نص ونص، فهبقى اطلع كده ايه يعني حاجات بسيطه جنبيهم، اللي هو يبقى وجبه كامله يعني، فاهميني؟ فانا عملت 3 سمكات وواحده بوري، وهنا سمكتين وواحده بوري، وهنا 3 سمكات وواحده بوري، يعني هما كل يشيل بعضه.
بس يعني كده دول عملوا 4 وجبات، فاهمني؟ دي بقى لوحديها مش عارفه دي هتبقى المفروض جنبيها ايه. بحاول ان انا اخلي كله يبقى 2 و2 ومعاه دي مش عارفه. لا محتاره. ماشي يا جماعه، انا قسمتهم تقسيمات دي، بس انا مزوده عشان خاطر سجوده بياكل سمك المقلي بيحبه جدا، هنطلع كل واحد واحده، وهنا 2 فهساوي نفسي بعدين يعني. انا خلصت 3 كيلو وراك عملوا 9 وراك، والفرخه هيت، فانا قسمت ال9 وراك على 4 اكياس، والورك الاخير انا قسمته على 3 دبوس، والقطعه اللي فوق على قطعتين، والوراك خليتهم وركين ونبقى ندي سجوده. انا بقطع يعني دبوس بتاعي بدي سجوده، انا باخد بقيه الورك وبدي احمد الورك كله. بس ربع بانيه ده هبقى اعمله في مره، ودي الفرخه، ودول كده اللي هي بقيه الورك دي مطلعاها اسلقهم دلوقتي عشان انا عندي شوربه خضار من الاول وملوخيه، فقلت دي جنبيها كده نقنقه بسيطه كده وخلاص. بس كده يا جماعه، بصوا بقى منظر المطبخ. انا مش قادره والله، ما قادره اعمله معاكم، فهروح اغير هدومي بقى عشان كمان اغسل الصوت اللي انا لابساها دي، ريحتها بقت كلها سمك وتنظيفات، وارجع لكم تاني وهو نضيف. باركولي انا خلصت، بس فاضل طبقين في الحوض سبتهم عشان ما عنديش نقطه صابون، وجوزي ما شاء الله طلع المانجا تاني مره، يعني خلصت كل حاجه، مش قادره. لايكات كومنتات كتيره. باي باي، ما تنسوش تصلوا على النبي في رعايه الله.